يا مساء الفل على كل اخواتي وعلى كل حبايبي، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعاده. النهارده حلقه جديده وحلقه دسمه جدا جدا جدا. النهارده الحلقه بعنوان جديد في جديد، اطعمه جديده وشركات جديده لاول مره بتنزل السوق المصري، وشركات بقالها بزمن الزمن ولكن بتنزل اطعمه جديده مش متعارف عليها ومش مألوفه بالنسبه للشعب المصري وبالنسبه للمواطن العربي. هنجرب النهارده، ولكن قبل ما ابدا عايزين نصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وعايزه تذكر الله، تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ونقول بسم الله ونبدا الحلقه بتاعتنا على بركه الله. اول شركه معانا هبدا بيها وهي شركه سبادز. شركه سبادز عملت اختراع جديد من البطاطا. يعني البطاطا مثلا معروف عليها ان احنا ممكن ناكلها مهروسه، بطاطا بالعسل. سبادز قال لك ان هو يفكر بره الصندوق وراح عاملها وكانها شيبسي. منزل 3 اطعمه. هنجرب بطاطا سبادز بطعم الدقه المصريه وسعره 15 جنيه. يا سلام على الروائح الجميله. مسافه بس ما فتحت الكيس ريحه الدقه المصريه طلعت حاجه كده في منتهى الجمال. هي المشكله بس ان الحجم بتاع البطاطا هم مقطعينه يعني سلايس صغير خالص، صراحه نظيفه. نقول بسم الله وندوق. حلو ده، جامد ده الصراحه. بالنسبه لبطاطس بادز بطعم الدقه المصريه فصراحه انا بديها 10 من 10. الطعم يا جماعه جميل جدا، وفي لذعه من الليمون كده بتخليك مستمتع، والطعم بصراحه مظبوط قوي وهتخليك في قمه السعاده. ولكن في تعقيب صغير، كنت اتمنى ان البطاطا تتقطع اكبر من كده لان الحجم بتاعها صغير شويه، ولكن صراحه 10 من 10 كطعم. هجرب تاني طعم معانا. هجرب بطاطس بادز بطعم الهريسه الحاره، وانتوا عارفين طبعا انا بحب الشطه، فاتمنى ان تبقى الهريسه كما يجب ان تكون هنا. نفتح كده ونقول بسم الله. ريحه الهريسه باينه وريحه الشطه باينه وواضحه بشكل قوي. شكل البطاطا صراحه يا جماعه ممتاز، ولكن انا التعقيب الوحيد اللي انا بعقبه كنت تكبر يعني الحجم شويه. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لطعم الهريسه الحاره فانا صراحه بديها 10 من 10 و10 نجمات، والناس اللي بتحب الحاجه المشطشطه هيستمتعوا قوي بده. تجربه مختلفه تماما، فكره ان انت بتاكل بطاطا مقليه بهريسه الحاره فيها شطه، التوابل بتاعتها مظبوطه، الملح مش زياده، لا هتستمتع قوي قوي. هجرب تالت منتج معانا. هجرب بطاطس بادز بطعم الزبده والعسل وسعره 15 جنيه. انا عاجبني قوي صراحه يا جماعه ان سباتز عملت الفكره الحلوه دي. ريحه الزبده باينه وجميله مع تاتش العسل الجميل، حاجه كده يا جماعه في غايه الجمال والله. نقول بسم الله وندوق. حلو قوي ده، بجد حلو قوي ده. بالنسبه لسباتز بطاطا بطعم الزبده والعسل ولا غلطه صراحه، بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع، وزي ما انت عايز تقول قول. طعم الزبده باين واضح جدا ان هم مستخدمين نوع زبده نضيف مع تاتش العسل اللي بينقل لك التجربه في حته تانية وفي حته ثالثه. فصراحه انا استمتعت جدا بتجربه البطاطا من خلال شركه سباتز ولا غلطه. صراحه انا مبسوط ان احنا عندنا شركه مصريه بالجمال ده، ولكن التعقيب الوحيد هو تعقيب صغير، ان حجم البطاطا محتاج ان هو يكبر عن كده. شابوه شركه سباتز كنظافه كباكجينج كطعم، بجد يا جماعه 10 من 10. لو انت لسه ما عملتش اشتراك في القناه استاذنك تدعمنا بالاشتراك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كده يا جماعه خلصنا تقييم سباتز، صراحه فاجئني حاجه كده محترمه جدا. هنجرب بقى تاني شركه معانا، شركه كبز. الشركه دي لسه نازله جديد من فتره صغيره في السوق المصري، وهنجرب اول طعم معانا. هجرب شيبسي كبز بطعم الشطه والباربيكيو وسعره 12 جنيه. شكل الشيبسي صراحه الشيبسيه نظيفه جدا. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لشيبسي كبز بطعم الشطه والباربيكيو فانا هوصف لك احساس بالظبط. الاحساس اللي واصلني ان الباربيكيو عالي بشكل ملحوظ وبشكل قوي، مع لمسه جميله هاديه من الشطه. فانت لو واحد من الناس بتحب ان طعم
الشطه هو اللي يكون غالب على الباربيكيو مش هتستمتع بيه. اما في حاله لو انت واحد بتحب ان طعم الباربيكيو يكون طاغي على طعم الشطه، فانت هتستمتع جدا. بالنسبه لجوده الشيبسي صراحه 10 من 10، والبطاطسايه نفسها ملحمه سميكه جميله جدا جدا جدا. الشركه دي شكلها هتنجح، بس لسه بقى هنكمل. هجرب تاني منتج معانا، هجرب شيبسي كبز بطعم اللحم على الطريقه الاسيويه. انا الريحه اللي وصلاني ان دي مش ريحه لحمه، ده ريحه كباب. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لشيبسي كبز بطعم اللحمه على الطريقه الاسيويه، فانا صراحه شايف ان هو بطعم كباب على الفحم. فانا صراحه لو هتعامل معاه على انه طعم كباب على الفحم فهديله 10 من 10. جوده الشيبسيه نظيفه، طعم الكباب حلو قوي، والملح مظبوط مش عالي زي ما في شركات تانية، ولكن ده مش طعم لحم على الطريقه الاسيويه. هجرب تالت منتج معانا، هجرب شيبسي كبز بطعم الطماطم وسعره 12 جنيه. الشركه دي يا جماعه عاجبني فيها قوي ان هم مهتمين بجوده ونظافه الشيبسي صراحه. شكل الشيبسيه نظيفه، ما فيهاش حاجه محروقه. بص، ما فيهاش حاجه محروقه. الكميه قليله شويه، ولكن صراحه كجوده ونظافه شيبس جميله جدا ومحترمه جدا. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لطعم الطماطم فانا صراحه بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع، لان بمنتهى البساطه هو هنا عمل طعم طماطم كما ينبغي ان يكون. يعني ايه؟ يعني هنا نسبه الملح قليله، والطماطم تحس ان انا بجيب طماطمايه كده فهمني من القفص وباكلها، او يعني بعصرها كده فهمني على شيبسي. فصراحه انا انبسطت جدا جدا جدا، وخصوصا ان جوده الشيبسي هنا نظيفه قوي. هجرب رابع منتج معانا، هجرب شيبسي كبز بطعم الملح وسعره 12 جنيه. لا لا، بصوا يا جدعان، الكميه يعني انا مش هنكر ان الكميه قليله، ولكن الشيبسي يا جماعه كله نظيف بما يرضي الله. بص اهي، ادي الشيبسيه نظيفه قوي. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لشيبسي كبز بطعم الملح، يا راجل حتى الملح هنا مش مقفورين فيه، حاطين ملح اللي هو يكون طعم على الهادي خالص. فصراحة أنا بديله 10 من 10. الناس اللي هي نفسها تاكل شيبس بطعم الملح بس الملح ما يكونش زيادة، هتستمتع قوي بشيبس كبز كطعم وكنظافة وككل حاجة. ولكن المشكلة الوحيدة إن كمية الشيبس قليلة نسبيا صراحة. أنا التجربة يا جماعة لغاية دلوقتي ما بين بطاطس بادز وما بين شيبس كبز تجربه اكثر من رائعه. يا جماعه عندنا منتجات يا جماعه مصريه والله تتفوق على المنتجات المستورده بكتير جدا جدا جدا. لو لسه ما اشتركتش في القناه، ادعم اخوك واشترك في القناه وفعل زر الجرس وصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. تالت شركه معانا في الحلقه شركه سول، من الشركات اللي هي المفروض ان هي قديمه في السوق المصري ولكن مش متعارف عليها قوي زي الشركات الكبيره. هجرب شيبسي سول بطعم الشيدر الاحمر وسعره 11 جنيه ونص. والله يا جماعه الشركات المصريه بتقدم عظمه، والله بتكلم بجد. نظافه الشيبسي، شيبسيه نظيفه قوي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الكميه اهي، كميه برضو ضعيفه شويه. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لطعم الشيدر الاحمر انا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. انا يا جماعه كاني بالظبط جبت كده شريحتين شيدر احمر وحطيتهم كده في رغيف وسيحتهم عندي كده في الفرن وكل واستمتع. ده نفس الاحساس اللي وصل لي بالظبط. فصراحه شابوه شركه سول. مش عارف انت ليه مش مشهوره في السوق المصري يعني، ومش موجوده ليه في الاماكن زي التجمع وزي الحي العاشر وزي يعني انا طلبت، يعني انا اصلا طالب الحاجات دي من خلال طلبات. بجد انا مبسوط جدا ان احنا عندنا شركات بالجوده دي. هجرب تاني منتج معانا، هجرب شيبسي سول بطعم الفلفل الاحمر المشوي وسعره 11 جنيه ونص. ريحه الفلفل باينه واضحه. شكل الشيبسيه يا جماعه الشيبسي نضيف قوي يا جماعه. يعني انا تعقيبي بس على شركه سول وشركه كيبز، زودوا الكميه شويه تمام، لان انتوا صراحه عاملين شغل محترم قوي قوي. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لطعم الفلفل الاحمر المشوي يا جماعه ايه الجمال ده؟ هو انت ازاي اصلا قدرت توصل لي
طعم الشوي انا دي مش فاهمها صراحه. يعني طعم الفلفل متعارف عليه، فكره ان انت بتعمل فلفل احمر مشوي وتوصل لي طعم الشوي دي جديده عليا، وانا قابلتها مع سنه من الشطه الجميله. فانا صراحه بديله 10 من 10. انبسطت فبديله العلامه الكامله. هجرب تالت منتج معانا، هجرب شيبس سول بطعم الكمون والليمون وسعره 11 جنيه ونص. معرفش ايه قصه اللي النص جنيه دي، بس ماشي. نفتح كده ونقول بسم الله. ريحه الكمون باينه ومفحفحه يا ولدي والله. شكل الشيبسيه صراحه شيبسيه نظيفه قوي. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لشيبس سول بطعم الكمون والليمون ولا غلطه، 10 من 10. طعم الكمون باين مع لذعه الليمون القويه، هتخليك مستمتع ومبسوط وفي قمه السعاده. شابوه شركه سول لغايه دلوقتي. هجرب رابع منتج معانا، هجرب شيبس سول بطعم الفلفل الاسود وملح البحر. في ريحه فلفل اسود هبت في وشي. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لشيبس سول بطعم الفلفل الاسود وملح البحر، انا هقول لك احساس بالظبط. انا وصلني احساس ان طعم الفلفل الاسود هو اللي باين، ولكن مش مخليني ان انا اسف متضايق منه. والملح النسبه بتاعته هاديه، فعاملين بالانس وعاملين توازن ما بين الاتنين. فتجربه انا كعبد الله مبسوط بيها جدا، بديها 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. انا لاول مره وفي اول حلقه ليا على كافه المنصات انا بدي معظم التقييمات 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. والله العظيم انا مش متخيل، بس بجد عندنا منتجات هنا، عندنا منتجات مصريه هي مش هتتفوق، هي تفوقت بكتير جدا عن المنتجات المستورده. وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على كل كلمه انا بقولها. هجرب خامس منتج معانا، هجرب شيبسي سول بطعم الملح البحر وسعره 11 جنيه ونص. حتى الباكجنج يا جماعه بتاع شركه سول حلو قوي صراحه. شكل الشيبسيايه نقول بسم الله. بالنسبه لشيبس سول بطعم ملح البحر، يا جماعه ايه العظمه دي وايه الحلاوه وايه الطعامه دي بجد والله. يعني الملح هو مش حاطط لك، عارف انت، لو مش حاطط لك كيلو ملح ولا حاجه في الكيس، لا هو ظابط لك الملح يا جماعه ظبطه حلوه قوي. يعني انت حبيت مثلا تاكله مع الكاتشب ماشي، حبيت مثلا تاكله بالصوص باربيكيو ماشي، باي صوص من الصوصات اللي تحبها. طعم الملح يا جماعه هادي وجميل. فصراحه انا بديله 10 من 10. طعم الملح البحري هنا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. والناس اللي هي بتحب ان هي تاكل طعم ملح بس ما يكونش اوفر هيستمتعوا قوي. يعني شركه كبز وشركه سول صراحه الاثنين يعني بيتفوقوا على نفسهم، بتكلم بجد والله. شركتين مصريتين محترمتين، فانت عايز تقول بقى اي حاجه فيها اتنين على طول. لو لسه ما انضمتش شقتنا الثانيه، انضم عن طريق عمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرب رابع شركه معانا، هجرب شركه ناتشوز تورتيلا شيبس بطعم الجبنه الناتشو وسعره 16 جنيه. شكل كده التورتيلا صراحه نظيف جدا. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لطعم الجبنه الناتشو فانا صراحه بديله 10 من 10. بس انا في حاجه بس عايز اقول لك عليها، ان الطعم هنا هادي شويه. طب ليه يا عبد الله؟ لان هو عامل حسابه في عين الاعتبار ان انت هتدبها في صوص الجبنه الناتشو، فدي حاجه حلوه. فصراحه انا انبسطت وبديله 10 من 10 و10 جنيه. ونسبه الملح هنا يا جماعه لا تتعدى 1.5% بالمناسبه. هجرب تورتيلا شيبس من ناتشو بطعم الشطه المولعه وسعره 16 جنيه. شكل التورتيلا نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لطعم الشطه المولعه فانا هوصف لك احساسي بالظبط. انا حسيت بعد ما اكلت كذا واحده ان في طعم شطه جاي كده ولكن على استحياء. فصراحه انا بديله 7.5 من 10 كطعم، ولكن كنظافه وجوده تورتيلا بديها 10 من 10. وده هنا يا جماعه بقيم من وجهه نظري انا الشخصيه كاطعم، لان انا مش اي طعم شطه بيعجبني. هجرب بقى يا جماعه اخر حاجه موجوده معانا في الحلقه، هجرب تايجر اكسلانس ب 20 جنيه. هجرب تايجر اكسلانس بطعم الطماطم والجبنه الكريمي وسعره 20 جنيه. بالنسبه لطعم المخلل
والطماطم والجبنه الكريمي، فانا بديله 10 من 10. وهوصف لك احساس بالظبط، كانك بالظبط جبت رغيف بلدي وحطيت فيه معلقه من الجبنه الكريمي والطماطم اللي ست الكل ربنا يديها الصحه مخللاها تمام، ورشيت عليها كده شويه توابل كده على خفيف خالص. فصراحه انا استمتعت، ولكن في تعقيب صغير كنت اتمنى ان التتبيله تهدى عن كده، ولكن بصفه عامه انا بديله 10 من 10. هجرب تاني منتج معانا، هجرب شيبسي اكسلانس بطعم كاتشب هاليبينو وسعره 20 جنيه. دلعني دلعني دلعني، دافع فيه 20 جنيه ده؟ ايوه ريحه الكاتشب باينه يا عم، وفي دلع هنا اهو. شكل الشيبسيايه، نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لشيبس تايجر اكسلانس بطعم كاتشب هاليبينو، فانا بديله كطعم كاتشب لوحده 10 من 10، و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. اما لو هتعامل معاه على انه طعم كاتشب بالهاليبينو، فانا بديله 6 من 10. ليه؟ لان بمنتهى البساطه طعم الكاتشب باين وواضح بشكل قوي، وفي يعني عارف انت احساس بالشطه ولكن جاي من بعيد خالص. فصراحه انا بديله 6 من 10 كطعم كاتشب بالهاليبينو. ولكن للناس اللي هي بتحب ان طعم الكاتشب يكون اعلى من طعم الهاليبينو هيستمتعوا جدا. انا بنقل لك وجهه نظر شخصيه، وبنقل لك ان انا حاسه. ملخص الحلقه، اول شركه كانت معانا شركه سبادز، شركه محترمه، شركه مصريه. بجد يا جماعه انا مبسوط جدا ان احنا عندنا شركات بتقدم قيمه مقابل سعر. ولكن كان في بس مشكله بسيطه صغيره قد كده، لو ينفع تحلوها هبقى مشكور جدا ليكم. الا وهي انا عايز حجم البطاطا يكبر شويه، ولكن كنظافه، كطعم ولا غلطه 10 من 10. كطعم الهريسه الحاره، كطعم الزبده والعسل، ده يا جماعه ادمان، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله وتعالى بالله. بطعم الدقه، الجمال وايه الحلاوه، مع لذعه الليمون الجميله. فصراحه شابوه شركه سباتس. بالنسبه لتاني منتج احنا جربناه، فاحنا معانا شركه كبز، شركه مصريه جديده، وانا مبسوط بالجوده اللي هم بيقدموها. قيمه مقابل سعر، حاجه محترمه جدا، وسعر كيس الشيبسي ب 12 جنيه. انا موافق وانا مبسوط جدا بالسعر ده. الشيبسيه نظيفه، ولكن في عندنا اطعمه محتاجين نشتغل عليها، زي مثلا الطعم اللي انا ماسكه في ايدي، طعم الشطه والباربيكيو. كنت اتمنى ان طعم الشطه يعلى عن كده. طعم الباربيكيو ممتاز واكثر كمان ممتاز، ولكن كنت اتمنى ان طعم الشطه يزيد عن كده، كان هيبقى فيه استمتاع اكتر. الطعم اللي هم محتاجين بقى يشتغلوا عليه او يغيروه، او يغيروا الاسم، اللي هو بطعم اللحم على الطريقه الاسيويه. يا جماعه ده مش لحم على الطريقه الاسيويه، ده طعم كباب مشوي على الفحم. والله ده الاحسان اللي هو وصل لي. بالنسبه لطعم الطماطم 10 من 10، ممتاز جدا جدا جدا. الملح مش زياده، طعم الطماطم فيه مظبوط على المسطره. فصراحه شابوه شركه كبز. تالت شركه معانا شركه سول. الشركه دي يا جماعه انا متفاجئ صراحه بنظافه وجوده الشيبسي، وحتى الاطعمه يا جماعه حاجه في غايه الجمال والله. ولكن كنت اتمنى ان الكميه بتاعت الشيبسي كانت تزيد، حتى لو حاجه بسيطه. والسعر بتاعك صراحه انا مش فاهمه، اشمعنى 11 جنيه ونص؟ يعني ليه مش، ليه مثلا مش 11 جنيه، وليه مثلا مش 12 جنيه؟ ولكن صراحة انبسطت جدا جدا جدا. يعني طعم الشجر الأحمر ولا غلطة. بالنسبة لطعم الكمون والليمون يا جماعة في سلطنة وفي استمتاع. بالنسبة للطعم اللي أنا كنت خايف منه، طعم الفلفل الأسود وملح البحر، ولكن هم عاملين بالانس وعاملين توازن حلو قوي 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 للناس اللي هي مش بتحب الطعم الفلفل الأسود، فصدقني أنت هنا هتحبه. بالنسبة لطعم الفلفل الأحمر المشوي، ده اللي فاجئني صراحة. عملتوها ازاي يا ولاد اللعيبه؟ بتكلم بجد، شركه محترمه ونتمنى ليهم الافضل والافضل والافضل. في شركه كبز احنا في طعم نسيناه، طعم الملح ولا غلطه. الملح فيه قليل، حاجه كده يا جماعه من الزمن الجميل زي ما بيقولوا. ف 10 على 10. بالنسبه لرابع منتج معانا الناتشوز تورتيلا شيبس. بالنسبه لطعم الجبنه الناتشو، انت هتلاقي ان الطعم الجبنه هادي
علشان لو حضرتك هتدبها في صوص الجبنه الناتشو او اي جبنه كريمي عند حضرتك. تمام، فدي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. تمام. بالنسبه لطعم الشطه المولعه، للاسف الشديد طعم الشطه هنا ضعيف جدا. اتمنى ان هم يشتغلوا على الطعم ده اكتر من كده، ولكن كجوده صراحه تورتيلا شيبس 10 من 10. الجوده بتاعتهم نظيفه جدا. بالنسبه لخامس شركه واخر شركه كانت معانا شركه تايجر اكسلانس. اول طعم معانا اللي هو بطعم الكاتشب بالهاليبينو. يعني هقول لك ايه، طعم الكاتشب حلو، ولكن كنت اتمنى، طالما انت حضرتك ذكرت كلمه هاليبينو، فكنت اتمنى الاقي ان في شطه بشكل واضح وبشكل قوي، ولكن للاسف الشديد هنا الشطه هنا ضعيفه جدا. بالنسبه لشيبس تايجر اكسلانس، تاني طعم معانا اللي هو بطعم مخلل طماطم وجبنه كيري. يا جماعه طعمه جامد جدا، ولكن كنت اتمنى ان نسبه التوابل كانت تهدى بحاجه بسيطه. عارف انت، حاجه لا تذكر والله. هتفرق، هتفرق، عشان في ناس ممكن تتعب بسبب كتر التوابل، ولكن صراحه تجربه ممتازه. النهارده انا كنت مبسوط جدا ان انا كنت مع حضراتكم. اسف لو انا طولت على حضراتكم، اسف لو انا في معلومه لو سقطت مني، فانا متاسف جدا. ولكن النهارده انا في غايه السعاده في الحلقه الاسبوعيه اللي احنا بنعملها كل اسبوع. في حلقه كده بننزلها وبنقطع منها فيديوهات قصيره للست ايام. صراحه شركات محترمه جدا جدا جدا. عجبتني قوي فكره البطاطا بتاعه سبادز بالثلاث اطعمه. شركه سول بجد شركه محترمه جدا جدا جدا. شركه كيبز 10 على 10. حتى ناتشوز جميل. بالنسبه تايجر اكسلانس برضو اكثر من رائع. بجد يا جماعه انا كنت مبسوط جدا بالوقت اللي انا قضيته مع حضراتكم، واتمنى ان انتم تدعمونا بعمل اشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس وتصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم دائما في رعايه الله وامنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم عبد الله فود. بحبكم جدا في الله.